السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وأول فيديو في كورس تحليل الشخصيات. أيوة، ده الفيديو رقم واحد في كورس أو في سلسلة تحليل الشخصيات، واللي إن شاء الله زي ما وعدتكم من فترة كبيرة، وأنا آسف جدا إني اتأخرت عليكم، إن أنا هعمل لكم كورس مكثف في الفراسة وتحليل الشخصيات من خلال ملامح الوجه البرسونولوجي. فإن شاء الله ده أول فيديو هنتكلم فيه عن تحليل الشخصيات. وكمان الكورس ده من أهم مميزاته إن هو هيكون شامل بنسبة 80% كل التقنيات العملية والنظرية في مجال الفراسة وتحليل الشخصيات. فإن شاء الله أتمنى إن هو يكون مفيد جدا بالنسبة لكم. وكمان إن شاء الله هنتكلم في سلسلة متتالية بإذن الله، مجموعة كبيرة من الفيديوهات هتكون إن شاء الله أول بأول في بلاي ليست لوحدها خاصة بكورس تحليل الشخصيات. فإحنا عملنا على القناة مجموعة من الفيديوهات كنا بنعلمكم فيها ازاي يعني تحلل شخصيه شخص، او ازاي تتعلم اكتر من ملمح. ولكن برضو عملنا مجموعه من الفيديوهات تانية كنا بنطبق عملي على شخصيات سواء نجوم او مشاهير. فان شاء الله بقى هنبعد عن المجموعتين دول خالص، والكورس ده بالتحديد هيكون ان شاء الله متخصص اكتر في استهداف الملامح بشكل جيد جدا. فان شاء الله انت من خلال الكورس ده، لو انت متابع جيد للقناه، فاعتقد ان انت هتتعلم بشكل احسن كتير في الكورس ده. ولو انت اول مره بتشوفني فاهلا بيك، وانا سعيد جدا انك موجود عندي في القناه وبتشوفني. انا ايهاب الغرباوي، اخصائي تحليل نفسي من خلال علم الفراسه ولغه الجسد. وده الفيديو رقم واحد في سلسله فيديوهات كورس تحليل الشخصيات من خلال ملامح الوجه، بين قوسين الفراسه علم البرسونولوجي. طيب، فاحنا ان شاء الله هنقسم الكورس ده ازاي علشان انت كمان تبقى فاهم ومتابع معايا كده اول باول الحلقات الخاصه بالكورس. ان شاء الله احنا هنقسم الكورس بدايه من الملمح الاعلى وهو الجبهه. فاحنا ان شاء الله هنشتغل مع بعض في يعني الفيديو ده. انا قسمت الملامح الخاصه بالجبهه على فيديوهين. ان شاء الله الفيديو ده هقول لك على 6 اشكال و6 ملامح للجبهه، وهقول لك على صفه وتفاصيل كل ملمح او كل شكل للجبهه، وايه هي اهم صفاته وايه هي اهم ايجابياته اهم سلبياته، وكمان ازاي تتعامل مع كل نمط لوحده. فعلشان كده ان شاء الله هعمل لك، او زي ما انا قلت كده، انا هقسم الكورس ده على 2 فيديو. الاول هيكون في 6 ملامح للجبهه، والفيديو الثاني ان شاء الله هيكون برضو في السته الباقيين، او السته اللي هم هنكملهم باذن الله. وعلشان ما اطولش عليك في المقدمه، وانت عارف كويس ان المقدمه بتاعتي بتكون مفيده جدا لحضرتك علشان يكون عندك كل الادوات اللي هتستخدمها في فهم المعلومه اللي انا بقولها. فيلا بينا الانترو الجميل ونبدا. اهلا بيك من جديد. في البدايه طبعا زي ما انا قلت ان احنا عندنا 12 شكل للجبهه او 12 ملمح، وهم على فكره اكتر من كده بكتير، ولكن انا حصرت لك اللي انت ممكن عينك تشوفه وتعرفه. لو انت مش محترف تحليل شخصيات فتقدر يكون عندك الابيليتي انك تعرف الملمح او الشكل ده ايه، وكمان تقدر ان انت تحدده وتتكلم في اهم الصفات او تتارجت الملمح صح. وده مهم جدا عند اي حد بيشتغل تحليل شخصيات، انك تتارجت الصفه او الملمح صح. واول ملمح هنبدا فيه واول شكل من اشكال الجبهه، وهي الجبهه العريضه مع الوجه العريض. بالظبط زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، واحنا في الفيديوز كنا بنقول ان الجبهه العريضه مع الوجه العريض، فبنجيب على طول صوره مين؟ بالظبط كده زي ما انت شايف، صوره الفنان عادل امام. لان هنلاحظ هنا كده ان الجبهه شكلها عريض، يعني المسافه ما بين الطوق العظمي في جانب الراس للجزء الثاني مع المسافه ما بين او مسافه الوجه، هنلاقي ان هو يعني ظاهر بشكل عريض عن اللازم، او عينك تقدر تميز ده من غير ما تركز في المقاسات. وعلشان كده فده شكل الجبهه العريض او الوجه العريض والجبهه العريضه. وصاحب الجبهه دي او صاحب الملمح ده بالتحديد بيتسم بمجموعه مهمه جدا من الصفات لازم تكون انت عارفها كويس جدا. ان الشخص اللي زي كده صاحب ثقه عاليه جدا بالنفس، وكمان شخص قيادي لاعلى درجه. ولكن مهم جدا انك تعرف انه كمان صاحب خبرات او معرفه محدوده. يعني الشخص اللي زي كده مبادر جدا جدا جدا، شخص لا يهاب المخاطر، شخص ما بيهموش الحاجه او حجم المشروع اللي هو داخل عليه، ولكن بيهمه ان هو يبدا فيه وان هو ينفذه. ولكن ممكن يكتشف صعوبته اثناء تنفيذه او بعد الانتهاء من تنفيذه. الشخص اللي زي كده شخص قيادي جدا، يتمتع بقياده الاخرين بشكل فطري.
يعني لو ده او حضرتك فيك الصفه دي فحضرتك قيادي بالنسبه لاصدقائك. لو رحتوا في كافيه معين زي اللي انا بصور فيه دلوقتي على سبيل المثال، فهتلاقي نفسك انت اللي بتنده للويتر عشان يجيب لك المنيو، او تختار انت المشاريب او الحاجه اللي انت هتطلبها، وتلاقي نفسك انت كمان بتقول لهم تشربوا ايه وتطلب منه. فانت بتليد الموضوع ده بشكل عفوي او بشكل تلقائي لان الصفه دي موجوده فيك. فالشخص اللي زي كده بيتمتع ثقه عاليه جدا بالنفس، شخص قيادي، شخص صاحب معرفه محدوده، كمان لا يحب ان يظهر اي علامه من علامات الخوف او الضعف. كمان الشخص اللي زي كده بيبقى مهم جدا بالنسبه له ان هو يقدم اراءه ونصايحه في الامور المهمه او الامور يعني ذات الشأن او الحاجات المهمه. فبيبقى هو دايما حابب ان هو يقول لك رايه ايه او يقدم رايه ويكون موجود في المواضيع اللي زي كده. فدي كده صفات صاحب الجبهه العريضه مع الوجه العريض. طيب انا كده قلت لك الشخص ده صفاته عامله ازاي وتكوين شخصيته عامل ازاي، بس من شكل الجبهه العريضه والوجه العريض. فكمان مهم جدا اقول لك دلوقتي ازاي تتعامل مع النمط ده من الشخصيه. لو انت شفت الشخص ده في الملمح ده وهو على سبيل المثال مثلا مديرك في العمل او شريك حياتك او ايا كان ايه، فازاي تتعامل مع النمط ده مع الشخصيه دي. رقم واحد ومهم جدا انك تشعره بقيمه نفسه، يعني قد ايه هو حد يعني كويس، وقد ايه انت سعيد انك بتشتغل معاه لان هو عنده ثقه عاليه جدا بنفسه. وهو على فكره بالمناسبه بيحب يسمع الكلام ده كويس جدا، يعني هو بيحب يسمعه مش علشان يزود ثقته بنفسه، هو اوريدي عنده ثقه بنفسه، ولكن هو بيبقى مبسوط ان ظاهر للناس بشكل كويس. كمان تشجعه على المبادرات القياديه وتوجهه يعني ان هو يشترك في مجموعات او في فرق عمل، لان هو هيكون منتج جدا في الحاجات والاشياء دي. طيب كمان حاجه مهمه جدا انك انت حاول ما تحسسوش ان هو ضعيف، يعني ان هو ما بيحبش اصلا يظهر الاحساس ده. فحاول دايما توصل له مشاعر انك انت اقوى من المحنه اللي انت فيها وانك هتقدر تتغلب عليها. فدي كده طريقه او استراتيجيه التعامل مع هذا النمط او مع هذا الملمح. انا تقريبا بهز طيب الملمح الثاني اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو الجبهه الضيقه والوجه الطويل. طيب يا ده معناه ايه؟ ده معناه ان الشخص بتكون زي كده بالظبط بالظبط الصوره دي كده. الشخص اللي زي كده بيفتقر الى الثقه الطبيعيه او الفطريه بالنفس. ثقته بنفسه بيستمدها او بيستخلصها من الاخرين او من المواقف السابقه او من خبراته السابقه. يعني الشخص اللي زي كده على سبيل المثال لو حصل موقف قبل كده وهو كان رد فعله كويس وهو مبسوط من رد فعله، فهيكون عنده ثقه في رد الفعل او في استنتاج رد الفعل لو نفس الموقف اتكرر مره ثانيه. طب ده معناه ايه؟ ده معناه انه شخص غير مقدام، شخص ما بيحبش يبدا اي شيء من اوله، بيحب دايما يشتغل على خطى الاخرين. يعني انت قول الفكره او اشتغل فيها وانا تلقائي هبدا اكون معاك. كمان الشخص اللي زي كده بيحتاج دائما الى التشجيع زي ما انا قلت لك، لان هو بيستمد ثقته بنفسه من الاخرين او من اراء الاخرين. فالشخص اللي زي كده بيحتاج دايما انك تقدم له مجموعه كبيره جدا من النصائح وكمان الارشادات علشان يكون احسن حاجه ويقوي ثقته بنفسه. كمان الشخص اللي زي كده بيفضل الادوار الثانويه ولكن لا يفضل الادوار الاوليه، يعني ما بيحبش يكون هو القائد ولكن ممكن يكون واحد من ضمن الفريق اللي مع القائد علشان ما يتحملش هو النتيجه. لان الشخص زي كده كمان بالمناسبه دائما يشعر بداخله ان هو غير كفء لهذا العمل او لهذا الشيء، هو شايف ان هو مش الشخص المناسب في المكان المناسب، غير لو حد قال له ده وشجعه عليه هيشوف نفسه كده، انما غير كده هو مش كده تماما. كمان الشخص اللي زي كده بيكره جدا ان حد يراقبه او يكون مسلط الاضواء عليه، لانه ده بيشعره بالتوتر والخوف والقلق الى حد كبير، وكمان بيكون مرتبك جدا وما بيعرفش يقدم الحاجه بالشكل الافضل. فدايما بيحب ان هو يحس او يشعر انه بعيد عن الاضواء او بعيد عن المراقبه، او ان في حد بيباشر عليه او حد يعني بيديله تعليمات مباشره وبيتابعه في ادائها او في تنفيذ التعليمات دي. كمان الشخص زي كده بيخاف جدا من الفشل، وعشان كده قلت لك ان هو غير مبادر ولكن بيسعى الى السير على خطى الاخرين. كمان الشخص اللي زي كده بيخاف جدا من الفشل، وعلشان كده مهم جدا ان يكون عنده الخبره السابقه في هذا الشيء. فلو ما عندوش الخبره دي صدقني مش هيكون افضل حد فيها ومش هيقدمها بالنتيجه الصحيحه الا لو شجعته ويعني اشعرت ان هو كفء ليها وان هو عنده المقدره ان هو يعمل حاجه اللي زي كده. طيب دي كده صفات الشخص صاحب الجبهه الضيقه والوجه الطويل. طيب دلوقتي بقى لازم نعرف ازاي نتعامل مع مثل هذا او مثل هذه السمه او مثل هذه السمه في ذلك الشخص، يعني بقول كلام باللغه الجامده جدا. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك لازم كمان يكون عندك القدره على التعامل مع هذا الشخص. هتعامل معاه ازاي؟ رقم واحد مهم جدا
دايما شجعه، دايما شجعه، دايما شجعه كمان مره. يعني حسسه دايما ان هو عنده القدره على الفعل الاشياء، وحسسه دايما ان هو عنده الخبرات وعنده المعرفه الكامله بالاشياء دي. وحاول دايما تقدم له كل المعطيات عن كل حاجه انت عاوزه يعملها علشان يكون عنده المام بالموضوع بشكل عام ويقدر ينفذه باعلى جوده ممكنه. كمان الشخص اللي زي كده حاول ما تكونش صريح معاه او مباشر في توجيه اي نوع من انواع اللوم او العتاب او حتى الطاقه السلبيه، لان هو الموضوع ده بيقلقه جدا وكمان بيضعف من ادائه او من انتاجيته بشكل كبير. السمه الثالثه والمهمه جدا واللي هنتكلم فيها هو من شكل الجبهه دلوقتي، وهو شكل الجبهه او الجبهه المربعه. ونركز كويس قوي في الجبهه دي لان فيها اسرار مهمه جدا، وخصوصا لو كنت انت بتشوفيني دلوقتي وشريك حياتك صاحب جبهه مربعه، فصدقيني هقول لك مجموعه مهمه جدا من النصائح دلوقتي واللي هتفيدك ان هو ما يطيركيش. صاحب الجبهه المربعه من الشخصيات التي تسعى دائما الى التغيير والتطوير والاستمرار في عدم تنفيذ نفس الاشياء مره اخرى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشخص زي كده بيحب يجدد ويطور ويغير من شكله ومن شكل افكاره ومن شكل ادائه في تنفيذ الاعمال. وعلشان كده الشخص اللي زي كده هتلاقيه دايما لو بيعمل حاجه، على سبيل المثال لو كانت شغله، فبيحب دايما يعملها كل يوم بشكل مختلف. يعني يبدا الاشياء او عمل الاشياء ولكن بطريقه او بشكل مختلف، لان هو بيمل بسرعه شديده جدا من الاشياء، وخصوصا لو طولت مده اطول من اللازم او اللي هو شايفه. فده معناه ايه؟ ده معناه لو حضرتك شريك حياتك صاحب جبهه مربعه، فمهم جدا ان دايما يشوفك مختلفه، ومش بس مختلفه شكليا، ده كمان مختلفه في طريقتك للكلام وفي طريقتك للصياغه وفي طريقه ترتيبك للادوات. يعني كل حاجه حاولي دايما ان هو عينه تشوف حاجه جديده ومختلفه علشان تفضل العلاقه بالظبط كده. فده صاحب الجبهه المربعه. وكمان عنده صفه مهمه جدا ان الشخص اللي زي كده يعني ما بيحبش يعمل حاجه متقلده قبل كده او معموله قبل كده، دايما بيحب يعمل حاجه جديده مختلفه عن الحاجات القديمه. ولو عامل حاجه قديمه بالمناسبه وهيعملها تاني، فيحب دايما يغير من شكلها علشان تبان للناس ان هي حاجه جديده ومختلفه. كمان الشخص اللي زي كده لديه حماس شديد جدا في بدايه عمل اي شيء. يعني الشخص اللي زي كده لو بدأ في اي حاجه هتلاقي عنده حماس شديد جدا ومتحمس وطاقه عاليه جدا، ولكن لو الموضوع ده طول عن الوقت المناسب فالشخص زي كده بيمل، ومن الممكن بشكل كبير جدا ان هو يتراجع عن استمرار في تنفيذ هذا العمل. كمان بقى حاجه يعني اللي يعني مش احسن حاجه في صاحب الجبهه المربعه، ان الشخص زي كده بيهتم بحياته المهنيه او العمليه على حساب حياته الشخصيه او الاسريه شويتين. يعني الشخص اللي زي كده يعني هتلاقي مدي اكبر طاقته او 70% من طاقته ومجهوده لحياته العمليه، انما حياته الاسريه صدقني هتكون مش احسن حاجه بالنسبه له، الا لو كان في تغيير جذري بيحصل وهو بيتابعه اول باول او بياخد باله منه. فدي حاجه مهمه جدا في صاحب شخصيه الجبهه المربعه. طيب اتعامل مع الشخص ده ازاي؟ زي ما انا قلت لك دلوقتي، حاول دايما انك تظهر له كل حاجه بشكل مختلف وبشكل جديد، وحاول توصل له دايما ان رؤيته على تخيل الاشياء او على تنفيذ الاشياء رائعه وانك انت حابب ده فيه. وكمان حاول تقدم له معطيات كتير عن اي حاجه هو هيعملها، وحاول توصل له القيمه او الفاليو اللي هيحصل عليها من تنفيذ هذا العمل. زي ما قلت لك ان هو بيمل من تنفيذ الاعمال لمده طويله، فحاول دايما توصل له يعني الفاينلي الخاصه بالموضوع ده هتبقى عامله ازاي، او النتيجه النهائيه هيكون مكمل فيها وان شاء الله هينجزها. فده كده صاحب الجبهه المربعه. كده قلنا صاحب الجبهه العريضه والوجه العريض، وكمان قلنا صاحب الجبهه الضيقه والوجه الطويل، وكمان قلنا صاحب الجبهه المربعه. الملمح الرابع والمهم جدا 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 والمنتشر بشكل كبير عند البنات او عند الانسات او السيدات هو الجبهه البيضاويه. الجبهه البيضاويه من اكثر الملامح اللي بتظهر بشكل كبير جدا، وخصوصا عند الستات او عند يعني البنات. لو انت دلوقتي بتسمعني وحضرتك مرتبط، فمهم جدا لو شريكة حياتك عندها نفس الملمح ده تركز كويس جدا في المعلومات اللي هقولها لك دلوقتي علشان تعرف تمسك مفتاح الشخصيه. الفكره بكل بساطه ان صاحب او صاحبه الجبهه البيضاويه بتميز بمجموعه مهمه جدا من الصفات، ومنها رقم واحد ارتباطه الشديد بالاشياء وبالاماكن وبالاشخاص. يعني الشخص اللي زي كده بينتمي انتماء شديد الى بيئه العمل، لانه شخص مرتبط بزملائه في العمل وبطبيعه ادائه العمل وبطبيعه عمله بشكل كبير جدا. فده يقول لك ان الشخص اللي زي كده على سبيل المثال ما يقدرش يسيب شغله بشكل سهل، بل بالعكس ان الشخص اللي زي كده كمان ما يحبش ان هو يقدم استقالته ويمشي لاي سبب من الاسباب،
وخصوصا لو كان بقاله فتره كبيره في هذا المكان ومرتبط بارتباط شديد. فالشخص اللي زي كده مهم جدا تبقى عارف عنه ان هو لا يستطيع ان يغير مجال عمله بسهوله. كمان الشخص اللي زي كده بيهتم بالحفاظ على الحياه الاسريه وباصدقائه بشكل كبير جدا. الشخص اللي زي كده لو صديق ليك او لو شريكه حياتك بهذا الصفه او بهذا الملمح، فالشخص اللي زي كده لو في خلاف ما بين شخصين وهم اصدقاء بالفعل، هتلاقي اول شخص بيسعى الى فض هذا الخلاف وان هو يجمع الاشخاص مع بعضها مره ثانيه، لانه بيعشق العمل الجماعي وبينتمي للعمل الجماعي بشكل كبير جدا، وبيحب المشاركه مع الجميع ومع الاخرين بشكل كبير وملحوظ. الشخص اللي زي كده مقتنياته الشخصيه ممنوع التصوير والاقتراب واللمس وكل حاجه لاي حاجه من حاجاته او اشيائه الشخصيه. والشخص اللي كمان زي كده هتلاقيه محتفظ دائما بذكرى مهمه بتفكره بحدث هو مرتبط بيه بمشاعره، سواء كان لو هو مثلا في مرحله ابتدائيه في بدايه حياته بدايه مرحلته التعليميه وكان تميز في درس معين او في مرحله معينه واهداه مثلا احد مدرسينه قلم او يعني ايا كان ايه الهديه، هتلاقيه ما زال محتفظ بيها لحد دلوقتي. لو في صوره صديق عزيز عليه وسافر لمكان او دوله بعيده، هتلاقي لو في ذكرى بتجمعهم هتلاقيه ما زال محتفظ بيها لحد دلوقتي. لو حد عزيز عليه من اسرته هتلاقيه محتفظ بيه بذكرى موجوده عنده لحد دلوقتي، وما بيحبش خالص ان حد يعني يقرب منها او ان حد يعبث بها لاي سبب من الاسباب. فالشخص اللي زي كده عنده ارتباط شديد جدا بكل الناس اللي حواليه وكمان بالاماكن والاشخاص. كمان الشخص اللي زي كده ودي معلومه بقى مهمه جدا جدا جدا، لو على سبيل المثال بيقعد في كافيه معين زي المكان اللي قاعد فيه دلوقتي، فهتلاقي على سبيل المثال ان في تيبل معينه هو بيقعد عليها في المكان ده وبيستمد منها يعني طاقته الايجابيه وراحته النفسيه. فلو راح المكان ده ولقى التيبل دي مش موجوده او في شخص قاعد عليها او مجموعه، صدقني يعني بيبقى قرار انه يقعد على التيبل الثانيه دي فيها مشكله شويه، فالقرار الاقرب الى قلبه ان هو يمشي لحد ما المكان بتاعه يفضى او يرجع في وقت تاني يكون المكان بتاعه مناسب وموجود، لان هو مرتبط جدا باللوكيشن الخاص بالتيبل دي او بيحب يقعد عليها، هو بيستمد منها طاقته الايجابيه والراحه النفسيه الخاصه بيه. طيب الشخص زي كده نعمل معاه ايه؟ ارجوك ما تجرحش مشاعره، ارجوك ما تحاولش تلعب على نقطه ضعفه. بالمناسبه لو انتوا فاكرين احنا عملنا علشان يكون في تشبيه بس مناسب للجبهه دي، لو انتوا فاكرين قصه حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، احنا عملنا فيديو كامل هيظهر لك دلوقتي كده اعلى الفيديو، اتكلمنا فيه عن السبب الرئيسي في تدهور حاله شيرين عبد الوهاب، وان حسام حبيب بالفعل قدر يستغل الملحوظه او الملمح ده بالتحديد ان هو يضغط عليها وعلى مشاعرها، انه عارف ان في ارتباط شديد جدا احنا كمان كجمهور خدنا بالنا منه ما بينها تجاهه. فارجوك ما تعملش كده مع صاحب الجبهه البيضاويه، تعامل معاه بلطف شديد جدا وباخلاص شديد جدا، لانه اكثر شخص مخلص بالفعل واكثر شخص عنده انتماء للاشخاص والاشياء والاماكن. الملمح اللي بعد كده الملمح رقم 5 واللي هنتكلم فيه وهو صاحب الجبهه العاليه. صاحب الجبهه العاليه يعني ايه؟ يعني زي الصوره دي كده، الشخص اللي زي كده بيتمتع بمجموعه جدا مهمه جدا من الصفات، ومنها رقم واحد ان هو شخص عقلاني لابعد حد. الشخص اللي زي كده عنده طاقه تركيزيه قويه جدا، بيركز في الاشياء بشكل رهيب، وتركيزه ده عشان قوي جدا وبفعاليه وبقدره عاليه بيعزله انعزال تام عن اي شيء اخر ممكن يركز فيه. فده معناه ان الشخص زي كده لما بيركز في حاجه واحده بيفضل مركز فيها لحد ما تنتهي بسلام، وما بيركزش في اي حاجه تانية، ولو حاولت تشتته عن اي حاجه تانية بينزعج جدا ودايما بيحب يخلص الحاجه اللي معاه وبعد كده يشوف اي موضوع اخر. فالشخص زي كده كمان عنده صبر شديد تجاه الاشياء والمواقف. الشخص زي كده على سبيل المثال ممكن يكون رايح البنك عشان يعمل حاجه معينه، فتلاقي مثلا رقمه حاجه 100 وحاجه ومش عارف و50، واحنا لسه مثلا موظف البنك او الشباك بتاعه في رقم 2، ما عندوش اي مشكله ان هو يقعد وينتظر، لان زي ما قلت لك ان الشخص زي كده بيركز في حاجه واحده بس وهي الاهم منها انهاء العمل، فمش هيمل من الانتظار وهيمشي، ولكن هو هيفضل موجود في سبيل ان هو ينجز هذه المهمه ويخلص الموضوع ده. طيب الشخص زي كده اتعامل معاه ازاي؟ حاول دايما تركز كلامك كله على اتجاه او على موضوع واحد وانت بتتكلم معاه، وحاول ما تقطعوش وهو بينفذ اي حاجه او بيعمل اي حاجه. كمان حاول بقدر الامكان تبعد كل بعد عن التشتت، لان هو بالفعل شخص مركز كويس جدا وصبور جدا، فهيفضل سمعك ومركز معاك بشكل كبير. طيب بمناسبه سمعك دي بس عايز اقول لك حته صغيره كده وهتفيدك صدقني. احنا اتفقنا قبل كده وعملنا مجموعه من الفيديوهات وبرضه هيظهر لك دلوقتي كده مقترح على الفيديو ان في نمط او في انماط تمثيليه للشخصيه، الشخص السمعي والبصري والحسي.
واتكلمنا في صفات كل واحد فيهم. فبالمناسبه صاحب الملمح ده بيتفق اتفاق شديد جدا مع نمط الشخصيه او الشخص السمعي. فلو انت اول ما تسمع عن الكلام ده ان في حاجه اسمه شخص سمعي بصري حسي، فلازم تتفرج على الفيديوز دي بعد ما تخلص الفيديو ده. الملمح الاخير والسادس في الفيديو ده وهو صاحب الجبهه التي تضيق الى الاعلى. الشخص ده بيتميز بمجموعه مهمه جدا من الصفات، ومنها رقم واحد انه شخص سريع التشتت. يعني ايه سريع التشتت؟ يعني ممكن يبقى داخل في موضوع معين فحد يقترح عليه موضوع تاني، ففي موضوع تالت ممكن يشتغل فيه، فتلاقيه اتشتت ما بين الثلاث مواضيع ومش عارف يعمل انهي واحد فيهم. كمان الشخص اللي زي كده ما عندوش طاقه للصبر او للانتظار، فالشخص زي كده بيمل ملل شديد وبسرعه شديده في حاله ان الموضوع طول. طيب نربط الكلام ده بايه؟ نربطه بالسمه او بالمعلومه الخاصه بالجبهه المربعه وكانت الاخيره، انه شخص بيمل من تنفيذ الاعمال اللي بتطول. طيب فالشخص اللي زي كده قلنا ان هو يعني صبره قليل جدا، كمان بيمل بسرعه، كمان شخص مشتت لابعد حد، كمان عنده صفه مهمه جدا ان هو بيسعى الى يعني اختصار افضل الطرق للوصول لغايته. يعني شخص زي كده ما بيحبش ينتظر او يمشي في قصص كتير، ما بيحب كده ينجز علشان يوصل لهدفه وغايته. طيب الشخص زي كده اتعامل معاه ازاي؟ مهم جدا حاول بقدر الامكان انك ما تشتتوش اكتر ما هو مشتت بالفعل، ولكن حاول تقدم له كل المعطيات وكل المعلومات الخاصه باي موضوع. رقم واحد. رقم اثنين مهم جدا انك دايما تشعره بثقته بنفسه تجاه الموضوع. حاول تاثر اي موضوع انت بتحكيه له علشان ما يتشتتش فيه وما تاخدش منه النتيجه اللي انت عاوزها. طيب احنا كده اتكلمنا في 6 اشكال للجبهه، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم في باقي الاشكال او الملامح للجبهه علشان نكون قدمنا 12 شكل و12 ملمح للجبهه. طيب كمان مهم جدا لازم 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 لو انت ان شاء الله هتتابع الكورس ده وهتذاكر ورايا انك تتفرج على الاقل على مجموعه الفيديوهات اللي هتكون مقترحه في نهايه الفيديو ده علشان يكون عندك على الاقل من 20 ل 30% من المعرفه في الموضوع اللي انا بتكلم فيه، وكمان عشان تكون عندك الابيليتي انك تتعلم بشكل اسرع. انا يعني بتلعثم في الكلام وده لاني لو انت اتفرجت على الفيديو الخاصه بالشخص البصري السمعي الحسي هتعرف ان انا شخص بصري حسي، فعشان كده تلاقيني متلعثم عندنا في الكلام. فده لو انت اتفرجت على الفيديوز دي هتعرف ان انا بالظبط كده شخص بصري. طيب فان شاء الله هنقدم لك ان شاء الله مجموعه كامله جدا من الفيديوهات دي عشان نقفل الكورس ده باذن الله، وبعد كده ربنا يكرمنا ان شاء الله وهنقدم لك كورس ادفانسد اكتر بقى، وفي ازاي تقدر انك تحدد الملمح بالسنتي يعني بالانش عشان تعرف الملمح صح كام في المية وتحليلك بنسبه كام في المية صحيح. فبشكركم جدا على مشاهده الفيديو، ولو انت اول مره بتشوفني فانا ايهاب الغرباوي اخصائي تحليل نفسي من خلال مفرس لغه الجسد، واتمنى انك تدعمنا باشتراكك بالقناه وتفعل زر الجرس دلوقتي وتعمل لايك للفيديو ده وتسيب كومنت رايك في الفيديو وفي الكورس او في بدايه الكورس ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، شكرا، السلام عليكم.